السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أتم صحة وحال. شايفين القمر دي أجنحة كنتاكي، أجنحة كنتاكي على حق. هنشوف التتبيلة مع بعض ازاي، وهنشوف القرمشة الجميلة اللي انتوا تسمعوها دلوقتي وصلنا لها ازاي. سامعين القرمشة؟ ما شاء الله، قرمشة عالية جدا وتسوية مظبوطة 100%، وطعمها والله العظيم ما يختلفش خالص عن اللي في المحلات. تمام، شايفين التسوية؟ ما شاء الله، حاجة كده زي الفل، وتسوية مظبوطة جدا، واللحمة دايبة دوب، والعظم كمان مش ماسك في بعضه، يعني التسوية ممتازة. يلا بينا نشوف معانا ايه وهنبدأ ازاي. معايا 1.5 كيلو أجنحة. معايا بقى 1.5 كيلو أجنحة، أنا جبتها ونضفتها بسم الله ما شاء الله. الأجنحة كانت كبيرة وجميلة قوي ما شاء الله، تسلم ايدك يا ام مصطفى. الأجنحة كانت كبيرة ومليانة معايا، غسلتها بمحلول النقع، غسلتها ونقعتها بمحلول النقع اللي كلنا عارفينه، ملح وسكر وليمون وخل، وننقعها بقى لمدة ساعتين وتطلع معانا بالشكل الجميل ده. معايا بقى التوابل: ملح وفلفل، كزبرة ناشفة، 7 بهارات، خلطة فراخ، بابريكا، كركم وكاري، بصل وتوم بودر، رشة جنزبيل، رشة جوز الطيب، رشة حبهان. تمام كده، ده اللي انا هحتاجه لحد دلوقتي، ومعايا ليمونه ومعايا شويه خل. اول خطوه بقى نعملها ايه؟ هناخد الاجنحه بتاعنا في بوله كبيره كده او طبق زي ده، وهاخد التوابل اقلبها كلها في بعضها كويس اوي، وادمجهم كويس جدا علشان تبقى كلها واخده من نفس التوابل ونفس الملح. هنزل بقى هقسم التوابل دي نصين، هاخد نص كميه التوابل انزل بيها على الاجنحه، واجيب شويه واحط شويه خل، انزل بشويه خل وعصير ليمونه كبيره، وبعد كده هجيب شويه ميه وانزل على الاجنحه بالتوابل دي زي ما انتوا شايفين كده، واقلبها كويس جدا علشان الاجنحه تاخد من التوابل والخل والليمون. وهننقعها بقى لمده مثلا 8 ساعات اقل حاجه. ممكن تعمليها على بيات من بالليل وتاني يوم تشتغلي فيها براحتك. معايا هنا بقى ايه؟ 3 كوبايات دقيق عليهم كوبايه نشا، 3 كوبايات دقيق عليهم كوبايه نشا، ونص التوابل اللي انا قسمتها في الاول هاخد النص التاني ده انزل على الدقيق. يبقى انا التوابل بتاعتي قسمتها نصين، حطيت نص على الاجنحه مع خل وليمون وميه، ونقعت الاجنحه ليله كامله او 8 ساعات اقل حاجه. معايا بقى 3 كوبايات دقيق وكوبايه نشا، هنزل عليهم ببقيه التوابل واقلبهم كويس جدا مع بعض. معايا الاجنحه بتاعتي بقى اتبلت وشربت من التتبيله الجميله وما شاء الله، شايفين لونها اصفر واتغير ازاي. اول خطوه بقى اعملها ايه؟ هاخد بقى من الاجنحه من التتبيله دي، ودي اهم خطوه في نجاح الكنتاكي والقرمشه والتعريجه اللي احنا بنشوفها في الكنتاكي. باخد كده من الاجنحه من الاجنحه باخد الاجنحه من التوابل، احطها في الدقيق واعفر. شايفين انا بعمل ازاي؟ ما بكبسش. اهم حاجه ما تكبسيش الدقيق على الفراخ بتاعتك او على الاجنحه، ايا كان هتعملي بايه، اجنحه، فراخ، دبابيس، زي ما انت عاوز. هناخد الجناح من التتبيله، هنحطه في الدقيق ونعفر بس ونقلب بايدينا وبصوابعنا كده زي ما انتم شايفين. ممنوع تكبسي، اهم حاجه ما تكبسيش الدقيق. هرجع تاني اخد الجناح احطها في التتبيله عشان نعلي الطعم بتاع الكنتاكي، وبعدين هرجع تاني احطها في الدقيق بنفس التعفيرة اللي قلت عليها. ممنوع التكبيس يا بنات، اهم حاجة ما تكبسيش وتنفضيها كويس. شايفين التعريجة اللي عليها دي؟ هي دي بقى التعريجة اللي احنا عاوزينها، هو ده شكل الكنتاكي الاصلي بقى. تمام، هنا عندي زيت غزير لازم يكون مغطي الاجنحة ويكون سخن جدا على النار. هنزل بقى بالاجنحه بتاعتي كده واحده جنب واحده، وما ملاش الطاسه قوي علشان انا مش هقلب الاجنحه. ممنوع تقلبي الاجنحه وهي في الزيت. ليه بقى؟ علشان الكفر اللي هي هتاخده ده انت ما تضيعهوش. لو جيتي قلبتيها قبل ما تاخد اللون والقرمشه هتبص تلاقي الكفر نزل من عليه. هنا بقى ما شاء الله كانت خلاص نشفت معايا، وحسيت ان هي بدأت خلاص تستوي. بهدي النار عليها شوية وقلبتها على الناحية التانية عشان كانت في حتة كده طالعة من الزيت.
الزيت مش واصل لها يعني. فقلبت بقى بالشكل ده كده علشان كلها تستوي زي بعضها. تمام. يعني اول ما بنحط الكنتاكي بتبقى النار عالية جدا والزيت سخن قوي قوي بيغلي. هنزل بالكنتاكي بتاعي، هسيبه تقريبا لمدة 5 دقايق او 6 دقايق كده تقريبا. هلاقيه خد اللون بتاعي والقرمشة المظبوطة والكفر المظبوط. هبدأ اهدي النار تقريبا برضو كمان 5 دقايق. تمام. واقلبها على الوش التاني لو فيها حاجة مش متغطية بالزيت. واعلي بقى في الاخر قبل ما اطلع الكنتاكي. هعلي النار قبل ما اطلع الكنتاكي علشان الكنتاكي بتاعي ما يشربش زيت. تمام كده كده عند الزيت بيغلي. هنزل فيه بالاجنحة. هسيب النار عالية ومش هاجي يم الاجنحة ولا احركها ولا اعمل فيها اي حاجة. تمام. شايفين بقى ده شكل وده كان الاجنحة شكل بتاعي بعد ما الكنتاكي بتاعنا يا بعد ما بنات استوت. خدت اهو. القرمشة بسم الله الجميلة ما شاء الله. واللون بسم الله شايفين؟ ما شاء الله تحفة. والطعم حكاية اقسم بالله يا بنات. لو جربتوا الطريقة دي مستحيل تشتروا كنتاكي تاني من بره. تحفة. وريحتها جميلة قوي وتسويتها مظبوطة جدا. ايه رأيكم بقى؟ يا ريت يا بقى بنات تكتبوا لي في الكومنتات. شايفين القرمشة؟ قرمشة عالية جدا، تسوية ممتازة وفوق الممتازة كمان. ولا تسلقي بقى ولا تعملي الكلام ده، هو وهي طرية كده بتحطيها في زيت غزير والتسوية بتاعتك هتبقى مظبوطة 100%. ما تنسيش بقى تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين التسوية؟ بسم الله ما شاء الله تحفة التحفة. تسوية مظبوطة، تتبيلة فوق الروعة، قرمشة عالية جدا، حاجة كده بسم الله ما شاء الله والله العظيم تحفة. في رعاية الله، مع السلامة.